الحقيقة أنا ماليش قوي في الميديا، لكن في واحد من أولادي جه وقال لي فيه شخص معين نزل فيديو وبيتهمني هذا الشخص إن أنا قعدت متحير عشان بفكر في السؤال وبحاول أبحث وأدور، وابتدى يتكلم على إن أنا وقعت في إن أنا بناقض الكتاب المقدس. فجي كذا واحد يقول لي رد عليه. طبعا لا، بالعكس، أنا طالع النهاردة عشان أشكره وأشكر محبته وأشكر تعبه، لأن هو خدمني وهو ما بيدراش. تسألوني إزاي خدمني؟ الناس نوعيتين، في نوعية تعرفني وفي نوعية ما تعرفنيش. اللي بيعرفوني لما يسمعوا كلامه مش هيصدقوه، واللي ما يعرفونيش هيسمعوا كلامه يقولك نروح نشوف الراجل ده اللي بيتكلم عليه اللي بيحرف الكتاب المقدس، فيدخلوا على قناة الحرية ويدخلوا على كل الميديا ويشوفوا عظاتي، فيبقى هو عمل لي دعاية لأن الناس تيجي تسمعني، الناس هتقرر إن كنت أنا فعلا إنسان بتكلم بحسب ما هو بيقول أو عكس ما بيقول. أنا بقدم له جزيل الشكر، ربنا يبارك حياته ويحميه نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. خلي بالك، السماء لا فيها هيكل ولا فيها خيمة. وما ليه معنى تعبيري؟ لأن اليهود العبادة بتاعتهم في البرية كانت في خيمة، ولما وصلوا أرض الميعاد كانت في هيكل، يعني خيمة موسى وهيكل سليمان. فلما يقول انفتح هيكل خيمة الشهادة يعني أو وعود الله لإسرائيل، لما وعد أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، ثم أعود وأقيم خيمة داود الساقطة. وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبعة ضربات من الهيكل. كلمة خرجت ومن الهيكل يعني مركز الضربات هتكون أورشليم، القدس. هي هتجتاح العالم كله لكن مركزها إسرائيل، لأن أورشليم هي الكرسي بتاع المسيح. فاكرين الملاك جبرائيل لما بشر العذراء قال لها يجلس على كرسي داوود أبيه، كرسي السيسي القاهرة، كرسي رئيس أمريكا واشنطن، العاصمة هي الكرسي بتاعت الملك أو الرئيس. كرسي داوود أورشليم، بس قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا، رفضوا. قال الرب لربي تعالى اجلس عن يميني حتى أدع أعدائك موطئا لقدميك. أنا هدك أورشليم عشان أهيئ الطريق ليك عشان تيجي وتاخد ملكك بالكامل، ونسمع الصوت قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه. المزمور الثاني الآب قال أما أنا فقد جعلت ملكي، هو ده الملك أردت أو لم تريده، على صهيون جبل قدسي. خرجت السبع ملائكة ومعهم السبع ضربات من الهيكل. كلمة من الهيكل يعني هيبقى مركزها يبدأ من أورشليم، وهم اللي ماسكين الضربات متسربلين بكتان نقي وبهي ومتمنطقين عند صدورهم بمناطق من ذهب. خلي بالكم، لما بنيجي أو تيجي دولة تحارب أعدائها، فلما بتحارب أعدائها بلا شك إنها تكون هناك خسائر مدنية. يمكن أقرب حاجة لما إسرائيل ضربت في غزة، بلا شك وقع مدنيين كتير، ناس أبرياء، ناس ملهمش ذنب. تقول له طب اللي ملهمش ذنب انتوا قتلتوهم ليه؟ يقول لك ما أي حرب لازم فيها إيه؟ خسائر. لكن لا، دول لابسين كتان نقي
ومتمنطقين الأعمال بتاعتهم منطقة الله اداها بالطبيعة الإلهية، مفيش حد بريء هيهان، مش هيهان إلا الأشرار فقط. لا يهلك فيها إلا الأعداء بالكامل، ولا يهلك شعر من راس واحد من الأحباء. أدي معنى كلمة متسربلين بكتان أبيض نقي وبهي، ومتمنطقين عند صدورهم بمناطق من ذهب. يعني ما تخافش، ربنا لما بيجي يرمي الجماد مش هياخد العاطل في الباطل زي ما بيقولوا، لا، مش هيتاخد غير الأعداء اللي تحدوا واللي اتكلموا. وواحد من الأربعة حيوانات. احنا قلنا مين الواحد من الأربعة حيوانات؟ 4 حيوانات دول رمز للأربع أناجيل: متى وش إنسان، مرقس أسد، لوقا شبه العجل، يوحنا النسر الطائر. دول لما كتبوا الأربعة كتبوا مسوقين بالروح القدس. مين الواحد؟ يوحنا. إنجيل يوحنا، لأن متى كتب لليهود، مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونان، أما يوحنا ده كاتب للعالم أجمع. فكلمة واحد من الأربعة حيوانات يعني القديس يوحنا هو اللي كتب سفر الرؤيا، بس مش هو، الروح القدس على لسانه. يبقى لما نيجي نقول واحد من الأربعة حيوانات يعني ارجع لسفر الرؤيا وهتلاقي الروح القدس فهمنا كل شيء. ادي كلمة وواحد من الأربعة حيوانات أعطى 7 الملائكة 7 جمات من ذهب. يبقى مين اللي اداهم ال7 جمات؟ روح الله القدوس، متمثل في الرمز بشخصية إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا ورؤية يوحنا. وهم لما كتبوا مش كتبوا من ذاتهم، دول مسوقين من الروح القدس، فاللي ساقهم هو اللي ادى. لو خلي بالك هنا الجمات مملوءة من ذهب، مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الأبدين. يعني ايه الحي إلى أبد الأبدين؟ يعني غضب الله معلن، وكل ما يتأخر كل ما الغضب يزيد، وكل ما يتأخر يزيد. لما يجي في الأبد يبيد كل الأشرار وينزع كل المعاسر. وامتلأ الهيكل من دخان من مجد الله وقدرته، مش بخور. فاكرين سليمان لما بنى الهيكل يقول لك امتلأ الهيكل من السحاب، عشان كده محدش قدر يدخل. طب لما محدش قدر يدخل لأن الهيكل امتلأ من السحاب، والسحابة رمز المجد الله، فكم وكم لما يمتلئ من الدخان يعني من غضب الله. يعني في الضيقة العظيمة مفيش شفاعة، حدش يقدر يهوب ناحية الهيكل يقول له ارحم، يقول لك رحمت كتير، قد جاء غضب الخروف. ادي معنى كلمة امتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن احد يقدر ان يدخل الهيكل. يعني ما حدش هيقدر يدخل الهيكل ولا يتشفع حتى كملت 7 ضربات 7 ملائكة. يعني كأن الضيقة العظيمة 3 سنين ونص ما تنفعش فيها اي نوع من الشفاعة. اليوم يوم خلاص، إن سمعتوا صوته لا تقاسوا قلوبكم. المختارين من إسرائيل اسمهم إخوته الأصاغر، والمختارين من الأمم اسمهم الخراف اللي آمنوا. الخراف اللي لما يجي هيضحهم عن يمينه، والجداء اللي رفضوا البشارة هيضحهم عن يساره، عن اليسار. دول يقول لهم تعالوا إلي مباركي أبي، والتانيين يقول لهم اذهبوا إلى النار الأبدية. فبيقول بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. يعني إيه؟ عايز يورينا إن في الضيقة اللي هيخلصوا من اليهود يتعدوا، لكن اللي هيخلصوا من الأمم ما يتعدوش جنب اللي يخلصوا من اليهود. هيكون عددهم
أضعاف 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 من اليهود اللي هيؤمنوا بالمسيح. زي ما يقول في النبوة في إسرها، في إسر إسرائيل يعني، تدخل عذارى كثيرات، أنفس كثيرة هتيجي وتقبل المسيح اللي هم هيبشروا عليه بيه، اللي هم هيبشروا بيه. وبعدين بيقول إيه؟ إني لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم، نمرة 1 القبائل، نمرة 2 الشعوب، نمرة 3 لسان، نمرة 4. وده يورينا حاجة واحدة، إن الخلاص مش لليهود بس. الخلاص زي ما هو صحيح بدأ من عندهم، لكن للعالم كله. مش لما صلبوه واترفض. فاكرين سمعان الشيخ لما جه يبارك المسيح قال ايه؟ الآن يا سيدي اطلق نفس عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته للأمم تجلى للشعوب. تجلى يعني اللي شاف نوره الشعوب، الأمم، أولهم المجوس اللي جم، رغم أنه مجد لشعب إسرائيل، لكن إسرائيل رفضوا. اللي قال عنهم في وسطكم قائم لستم تعرفونه، اللي قال عنهم الكتاب النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركوا، أي ظلمة إسرائيل. وقالوا لا نريد أن هذا يملك علينا، عجبي على أمة صلبت ملكها. صورة جميلة توضح لنا، وده اللي خلاه يقول لهم كملوا مكيال أبائكم. فهنا لما بيجي بيتكلم بيقول من كل الأمم والقبائل والشعوب وكل لسان، يعني معناها إن الخلاص مقدم للجميع، مش مخصص لإسرائيل. لما جه يتكلم بولس الرسول عن إسرائيل قال لهم إيه؟ لهم العهود ولهم الشرائع ولهم الناموس ولهم كل حاجة، بس ما قالش ولهم المسيح، قال ومنهم المسيح حسب الجسد. يعني المسيح مش ليهم، المسيح منهم. لأن لو قال ولهم المسيح كانوا يبقى راحت علينا احنا، لكن هو جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، رفضوه وقالوا لا نريد أن هذا يملك علينا. في ال 12 إصحاح الأولاني في متى الإنجيل اللي اتبعت لليهود قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. قال لهم إلى طريق الأمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تذهبوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لكن بعد ما قالوا عنه أنه ببعل زبول يخرج الشياطين اتجه للأمم. وآخر حاجة في الكتاب المقدس في إنجيل متى قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع. خلاص مفيش حاجة